مهم جدا عن دونجا. وسام ابو علي هيلعب النهارده لا، ولا زيزو ولا امام عاشور ولا ياسر ابراهيم. كنت قلت لكم ان ياسر ابراهيم اصيب. اخويا وحبيبي احمد حمودي، مساء الفل عليك يا غالي، عامل ايه؟ اضرب اللايك. وائل عادل ابو ستيت بيقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اختي الجميله المحترمه هبه عرفان، اخويا وحبيبي محمود. المباراه مذاعه على اون تايم سبورت، الاهلاويه كلهم سهرانين، الاهلاويه كلهم مبسوطين. مرتخب لا مش هتفرج عليهم والله، انا هكون معاكم هنا على اليوتيوب وهستعد لمباراه النادي الاهلي. منذر مساء الفل عليك يا منذر. احمد امبابي مساء الفل عليك. حمو رضا مساء الفل عليك. احمد حمودي اخويا وحبيبي. فارس منجود مساء الفل عليك يا غالي، انت كمان وحشتني يا فارس والله. عمرو رضوان مساء الفل عليك. يبقى عارفان بتقول في واحد زملكاوي عبيط بيقول ان قفشه طلب من لجنه التخطيط. لا الكلام ده كذب في كذب. ادعي لمحمد رحمه الله عليه، ربنا يرحمه محمد اخونا وحبيبنا رحمه الله عليه. عمرو رضوان مساء الفل عليك يا غالي. احمد حمود لولي مساء الفل. الاهلي هيلعب مع باتشوكا الساعه 12 ان شاء الله رب العالمين. الفوز يكون من حليف النادي الاهلي. بطلب بس من كل الناس المحترمه اللي موجوده معانا في اللايف تدوس على القلب الاحمر اللي على الشمال عشان نوصل اللايف ده لكل جمهور النادي الاهلي. الماتش الساعه كام؟ الماتش الساعه 12 على قناه اون تايم سبورت، على قناه اون تايم سبورت. حمود مساء الفل عليك يا غالي. توقعاتي نتيجه اهلي 5-3 ان شاء الله رب العالمين، 3-0 للنادي الاهلي باذن الله. باتشوكا انسحب؟ لا باتشوكا مش هينسحب ما تقلقيش. الساعه كام المباراه؟ الساعه 12 يا ليجند، المباراه الساعه 12. اهلا وسهلا يا عمر. ماشي طيب. نادي الزمالك على صفيح ساخن. في ايه في نادي الزمالك يا جماعه؟ ايه اللي حصل في نادي الزمالك؟ طمنوني وقولوا لي ايه الحكايه وايه الروايه اللي حصل في نادي الزمالك. اللي حصل في نادي الزمالك يا ساده ان احمد السيد زيزو كركب الدنيا. اولا نادي الزمالك شغال على صفقات. ياسين مرعي دخل معاه في السكه. عمرو ناصر دخل معاه في السكه، واحمد شريف. 3 لعيبه من فاركو عارض 100 مليون جنيه على نادي فاركو عشان يفوز بال3 صفقات ديت لتدعيم فريق نادي الزمالك. ليه نادي الزمالك بيدعم يا شباب؟ سمعت كلام كده الله اعلم ان نادي الزمالك بيفكر يستغني عن محمود عبد الرازق شيكابالا. ده بقى الخبر اللي هيزعل الاهلاويه، خبر هيزعل الاهلاويه. نادي الزمالك بيفكر في توجيه الشكر لمحمود عبد الرازق شيكابالا. طيب شيكابالا بس؟ لا، ومصطفى شلبي كمان. نادي الزمالك بيفكر في توجيه الشكر لمصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق شيكابالا. ده كلام من داخل نادي الزمالك مؤكد بنسبة 80%. اخويا وحبيبي جمال مساء الفل عليك يا عم جمال. اضرب اللايك ودوس على القلب الاحمر اللي على الشمال ده عشان نوصل اللايف ده لكل الناس بعد اذن حضرتك. احمد اسلام امبابي على راسي يا عم احمد. محمد الشحات مساء الفل عليك يا غالي. نادي الزمالك بيفكر في الاستغناء عن محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى شلبي. طيب اقول لك على خبر كمان. في كلام ان نادي الزمالك بيفكر في فسخ التعاقد مع نبيل عماد دونجا. شفنا كلنا الازمه الاخيره اللي حصلت ما بين وائل الاباني وحصلت ما بين نبيل عماد دونجا في المباراه الاخيره في نهائي كاس مصر، لما بقى دونجا قام يوجه اللعيبه ويدي تعليمات للعيبه، والكلام ده ما عجبش وائل الاباني وزعق له، ودونجا زعق لوائل الاباني. فنادي الزمالك بيفكر يفسخ التعاقد بالتراضي مع نبيل عماد دونجا. لا زيزو مش هيلعب اساسي النهارده، زيزو مش هيلعب اساسي، هقول لك دلوقتي. فنادي الزمالك بيفكر يستغنى عن شيكابالا ومصطفى شلبي، وكمان يفسخ عقد نبيل عماد دونجا بالتراضي. انا ما بجيبش حاجه من عندي يا جماعه، ديت الاخبار اللي بتطلع من نادي الزمالك، مفيش حد بيجيب معلومه من عنده. كل الاخبار اللي جات لنا النهارده من نادي الزمالك بتؤكد تفكير في نادي الزمالك بالاستغناء عن نبيل عماد دونجا وفسخ التعاقد بالتراضي. ربنا يوفقك يا ريجا، ربنا يوفقك يا حبيبي وتجيب السلامه.